عزيزي المشاهد، بعد مباراة الاهلي وصن داونز امبارح طلع كم من الاشاعات يجب ان احنا نرد عليه. ايه ده؟ الواحد حاسس ان هو في نشيد المدرسة كده. قال لك حصل كم من الاشاعات يجب ان احنا نرد عليه. لايقة والله، حلو. المهم عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، احمد فتوح لاعب نادي الزمالك اعلان رسمي، تقدر تقول انه شبه رسمي كده، بيعلنوا انتقال الراجل للاهلي. يعني حاجه سيبها لله، سيبها لله، كله جايب التفاصيل. عزيزي المشاهد، فضيحه كرويه، فضيحه تحكيميه، فضيحه كارثيه في مباراه الاهلي وصن داونز لم يحتسبها الحكم ولا الفار. حاجه منتهى البيبي، لدرجه ان الراجل مارسيل كولر طلع في المؤتمر قال لك لا حكام افريقيا دول لازم نعمل معاهم وقفه، ضرب الجزاء يراها اي كفيف. ده الراجل الحكم ده لو كفيف كان رآها. ايه اللي حصل؟ ركز معايا في كل اللي جاي عشان تفاصيل التفاصيل هتبهرك. هل فعلا يستقيل او يتم اقالة مارسيل كولر؟ هل ينسحب النادي الاهلي من السوبر الافريقي، من دوري السوبر الافريقي؟ طيب ركز معايا في كل اللي جاي عشان هنتكلم فيه واحدة واحدة عزيزي المشاهد. ولكن في البداية خليني اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو اللطيف الجميل ده يا فندم. هو فيديو لطيف وجميل بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تظرف لايك على الفيديو ده. نفسي ان احنا نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك، يعني اكون شاكر قوي يعني عزيزي المشاهد. المهم نرجع لمرجوعنا بقى ونتكلم في الكام حاجه اللي عايزين نتكلم فيها. الناس، بعض الجماهير اللي بتحفل على النادي الاهلي وبتقول له ان سان داونز عقدتك وان انت خسرت 1-0 من سان داونز، مع اننا كلنا شفنا الماتش والماتش بالميت يطلع 1-1 بعد احتساب ضربه الجزاء اللي المفروض كانت تحتسب. نيجي للناس اللطيفه الجميله دي اللي المفروض هم يعني زملكاوي، ما فيش حل تاني غير ان الناس دي بتشجع نادي الزمالك اللي هو زيهم يعني. بس انا ما بقولش اللي هم بيقولوا، ولكن نوجه رساله بسيطه لجماهير نادي الزمالك ونقول لهم ها يعني يا ابني، هو كل مره انبي يوجعني؟ يعني كل مره الاعب فيها انبي يوجعني من ايه؟ انبي يوجعني من ليله امبارح يلي على الترعه حود على المالح. يا راجل ده انت راجل عقدتك في الحياه نادي اسمه انبي في الدوري المصري. لو هنقيس بقى، يعني لو هنعمل مقاييس بين الاتنين وهنقيس ونقعد نحسب، انت راجل عقدتك في الحياه نادي انبي بيوجعني. فما تجيش تتكلم على الاهلي والنبي وهو بيلعب في السوبر الافريقي وعمال مطرقع الدنيا وكسب يعني وتاهل على حساب سيمبا وقبلها كسب بقى سان جورج مش عارف كام. ليله كبيره قوي. المهم فما تقوليش والنبي سان داونز عقده الاهلي، لاننا عارفين انها راحه جايه بين الاهلي وسان داونز. والله انا مش مشجع اهلاوي اصلا عشان اشهد لهم يعني، ولكن دي شهاده حق. المهم فضيحه تحكيميه تحدث في المباراة دي اتكلم عنها كولر في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراة. مارسيل كولر طلع في المؤتمر الصحفي واتكلم عن الحكم وقال لك والله حظوظنا لازالت قائمة في افريقيا، ونتمنى ان احنا في مباراة العودة ان احنا نأدي اداء كويس قدام سان داونز، وان شاء الله لسه الفرصة قدامنا كبيرة، مع العلم ان الوقت بين المباراتين قليل. احنا عارفين انه هيلعب يوم الاربعاء هيلعب الاربعاء بقى. المهم احنا عارفين ان الوقت قليل بين المباراتين، ولكن احنا قدامنا حظوظ كبيره جدا قدام سان داونز في مصر هنا. عزيزي المشاهد، اكمل كلامه مارسيل كولر وقال لك احنا يعني الحكام الافريقيين في حاجه غلط، في الحكام الافارقه. الناس دي عايزين نعرف هي ما بتحسب لناش ضربات جزاء ليه؟ ما هو كان في برضه في ماتش سيمبا الاولاني ضربه جزاء ما اتحسبتش، وماتش سان داونز اهو الاولاني برضه ضربه جزاء للاهلي ما اتحسبتش. هل ده نادر على الحكام الافارقه ان اول ضربه جزاء للاهلي في ماتشات الذهاب ما يتحسبش فيها ضربات جزاء للاهلي؟ ما هو برضه يعني حاجه تشيب لها الابدان يعني. ما يعني خليه لو بيتكلم مجنون اللي بيستمع عاقل. دلوقتي الاهلي في كل ماتش ليه ما يتحسبلوش ضربه جزاء في افريقيا. طب ده بناء على ايه؟ بناء ان انت عايز توقع الاهلي؟ بناء ان انت شايف ان الراجل ده بطولاته الافريقيه كتير جدا عايزين نطلع حد تاني غيره؟ ما فهمنا عشان نبقى فاهمين. بس انما حكام الافارقه واللي بيعملوه مع الاهلي المصري ده لا، لازم حد لو واحد بس اتحاسب الباقي مش هيعمل كده. يا راجل ده في ماتش سيمبا قدام الفانتينو دوت رئيس الفيفا
ما اتحسبش ضربه جزاء صحيحه للاهلي، والفانتينو واقف في المدرجات فوق، رئيس الفيفا، يعني اعلى واحد في الكوره، صاحب اللعبه، قاعد في المدرجات، والحكم بكل جبروت ما يحسبش ضربه جزاء صحيحه للاهلي ده في ماتش سيمبا الاولاني. المهم عزيزي المشاهد، نتكلم عن الحاجه الثانيه اللي احنا حابين نتكلم عنها. هل مارسيل كولر يرحل وهيتم اقالته والكلام اللهبل اللي احنا سمعناه ده؟ لا خالص، لا. ده بعض اخواتنا طلعوا اتكلموا وكتبوا كده في فيديوهاتهم، بيطلعوا بيردوا على تعليقات الناس. يا جماعه اليوتيوبرز والكونتنت كريتور عموما لما بيعملوا فيديوهات دايما العناوين بتبقى ملفتة وجاذبة للانتباه، عشان تدخل على الفيديو ويبدأ يعرض لك وجهة نظره ويجذب مشاهدين جداد. هل ده حاجة حرام او حاجة عيب او الراجل ده كذاب؟ لا خالص، ده حاجة اسمها كليك بيت في يوتيوب، تمام، او فيسبوك او ايا كان. ده حاجة اسمها كليك بيت، اللي هو انا بجذبك، ومش بكذب عليك، لا بجذبك للفيديو بتاعي، وتدخل الفيديو بتلاقيني فعلا بتكلم عن الموضوع ده. يعني كل جماهير النادي الاهلي كتبت ان هيتم اقاله كولر، كل جماهير النادي الاهلي كتبت ان الاهلي هينسحب من دوري السوبر الافريقي، فانا بطلع اناقش ده معاك، فبالتالي بكتبه لك في العنوان. فعادي، صحابنا اللي عملوا كده دي حاجه عاديه ما فيهاش اي مشكله. المهم، هل ده هيحصل؟ هيتم اقاله كولر؟ لا، كان غيرك اشطر. طب هل الاهلي هينسحب من دوري السوبر؟ لا، هيجي هنا سان داونز يطرقع لها ويتاهل ويروح النهائي ويقول لك ادي الاهلي اللي كنت بتقول عليه هينسحب. هتشوف ايه هيحصل في سان داونز هنا في مصر. لو ما ادعكش غسيل ومكوى انا راجل ما بفهمش. اتفقنا يا سيدي؟ اتفقنا؟ قابل اللي جاي. المهم، فتوح، احمد فتوح لاعب نادي الزمالك، طلع وكيل اعماله واتكلم وقال لك ان احنا لم نستقر مع نادي الزمالك على اي شيء. والناس اللي بتقول ان احنا بنطالب ب 70 مليون جنيه مقدم تعاقد، لا مش صح. ده ال 70 مليون جنيه دول مقدم تعاقد ومنحه، منحه اسمها ايه، منحه امضاء عقد دي، تمام، ومقدم العقد، تمام. فكله مع بعضه 70 مليون، انما منحه التعاقد 70 لا الناس بتكذب. المهم ان هم 70 مليون، وكلنا عارفين ان نادي الزمالك لا يملك ال 70 مليون. وطلع وكيل اعماله قال لك احنا عندنا 4 عروض من الدوري المصري. فاربع عروض ازاي؟ قال له بالزمالك. طب ماشي، طلع الزمالك. ايه العروض اللي جايه له؟ الاهلي، بيراميدز، وزد، والزمالك لو احتسبناهم عرض من العروض. طيب لو صفصفت على كل ده في النهايه مين هيفوز باحمد فتوح؟ الاهلي. هو اللي معاه فلوس يدفع لفتوح، هو الكيان الاكبر في مصر، هو الحاجه المستقره في مصر دلوقتي. النادي الاهلي محتاج فتوح، وفتوح محتاج النادي الاهلي، فبصوره كبيره جدا فتوح هيكون موجود في النادي الاهلي. اسمع مني بقى، ومش هيتم الوصول لاتفاق. حتى لو الزمالك عاوز يتفق معهوش فلوس يدفعها، بعد ما يتفق هيقعد يتفق كده هباء من وهو معهوش جنيه في جيبه. المهم عزيزي المشاهد، ندخل في الموضوع الثاني عايزين نتكلم عنه، وهو امام عاشور. الناس بتقول ان امام عاشور كان غايب للاصابه. لا، امام عاشور كان غايب عشان اختلاف في وجهات النظر بينه وبين كولر. يعني في حاجه، في تاتش حصل بينه وبين كولر، فهو غاب بسبب ده. الاصابه خف منها امام عاشور، وكلنا عارفين ده، انه خف من الاصابه. طب هل فعلا ان الغياب ده بسبب اختلاف في وجهات النظر بين امام عاشور ومارسيل كولر، ولا هل ده بسبب الاصابه؟ بنسبه كبيره جدا مش بسبب الاصابه. طب هل في مشكله بين الاثنين؟ الله اعلم، الله اعلم. ولكن بصوره كبيره امام عاشور ممكن يلعب المباراه اللي جايه. انا عايز اسال شويه حاجات برضو، ليه حسين الشحات ما لعبش؟ يعني بص، في شويه حاجات كده مش هنعلق عليها دلوقتي لمارسيل كولر الا بعد المباراه الثانيه لسان داونز. نبدا بقى نشوف الراجل ده كسب وعمل اللي هو عايزه، فمش هنتكلم وهنحط الجزمه في بقنا ونخرس. طب الراجل ده لو خسر من سان داونز لا قدر الله بعد الشر، لا تعالى بقى، انت كان قدامك تعمل كذا وكذا 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 كولر وما عملتوش. ما عملتوش ليه؟ وده اللي هيعمله اداره النادي الاهلي عشان تبقى فاهم يعني. عزيزي المشاهد، علشان ما اطولش على حضرتك، قول طول لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان انت تعمل اشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتعمل لايك وتكتب كومنت تقول لي رايك. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.